هو انت يعني لما تكذب الكذبة وتقعد تكررها بدل المرة 1000 في حد هيصدقها؟ هنفضل نضحك عليك. الأستاذ معتز الشامي كالعادة بيصطاد في المياه العكرة، مش أول مرة. نطلع مجموعة منتخب مصر بيقول لكم زعلانين ليه؟ لازم نفرح بيهم، ده طالعين التالت ما خسروش ولا مباراة، زيهم زي النادي اللي راح كأس العالم وعملوا له أفراح وليالي ملاح. وهنا دي الكذبة، الأفراح والليالي الملاح وده كان غلط قبل ما نلعب أي مباراة. ليه؟ عشان رايحين كأس عالم مش بطولة منتخبات العرب. فلما تيجي تقارن يا حلاوة تقارن صح. لما منتخب مصر يروح كأس العالم ال 32 فرقة زي النادي الأهلي اعمل مقارنات. دي يعني ممكن نقول زي النادي الأهلي كده في دوري أبطال أفريقيا. فكرني كده مين آخر نادي مصري كان بيطلع تالت أو رابع في مجموعات أفريقيا أو حصالة؟ ما أعتقدش هتعرف. بس التدليس حلو، التدليس سهل. مفيش حد بعد النادي الأهلي ما طلع تالت مجموعته قال لك إن إحنا عملنا اللي علينا. انتوا بتكذبوا وبتكرروا الكذبة وفرحانين بيها، بس عادي. كل ما بتتكلموا في الموضوع ده بتأكدوا قد ايه ان انتوا محروقين ومنكدين، زيك زي اي واحد من الفاشلين. بيزعلوا قوي من مسابقة اوائل الطلبة وهم حصالات افريقيا. خلص الكلام. سلام.